باش نتعاقب انا مستعد للعقوبه. مستعد للعقوبه. انت غادي غدا عندهم برجليا. سالات داك العام ونص مع رضا في الامارات كلها كانت تجاره بالبشر، الاتجار بالبشر. بنات غاديين بنات جايين. لا من غير هذيك البنت اللي ضرب مشات هذيك في حالها. مشات في حالها. النهار اللي ضرب عصيتها عندك خينا. سالات الكريدي تاعها ومشات. يعني كيجيب البنات هشام كيجلسوا حتى كيساليو الكريدي. واللي سالات الكريدي اللي بغات تخدم بالنص حتى تخدم، ما بغاتش تخدم تمشي. تخدم فاش؟ في النص اللي تما لينا في الدار. تبدا تخرج هي تبيع اللحمه وتعطيه هو النص. والشيكات اللي شاد عليهم في المغرب كيردهم ولا ما كيردوش؟ كتمشي كتسلمهم امها ولا اختها ولا كتمشي كتسلم وتيتقطع. هادشي خطير جدا. شنو سبب الفرق بينك وبين رضا؟ علاش جرالك؟ علاش ما بقيتيش معاه؟ الفرق بينه وبينه هو انني واحد الفيديو كان تيدار الحاجه ملكه ونط لبست واحد الكسبه، راه باقي الفيديو اللي حينو هو اللي لاحو اصلا. لابس الكسبه وتنشطح ياك، وكندير هو الحاجه ملكه، وبديت انا دار لي حاجب تنشطح تصور. عيط لي الكافي اللي كان مكلف بيا فاش كنت خدام، حيدك من الطريق. حيدنا من الطريق. عيط لي قال لي عندك الشرطه الالكترونيه، الحياء بالخيال العام الاخلال بالحياء العام وتهديد امن الدوله. هشام فيديو يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتاع ريان ورضا والشينيه كيقطع لك حوايجك. هذاك بوحدو. شنو حقيقه هذا الفيديو؟ في المغرب ولا في الامارات؟ لا في الامارات. نعم. هذاك اللي في الفيديو هي مينا. هذاك هو مينا. شنو كانوا تكيديروا لك في داك الفيديو؟ وكانت معنا وحده حتى هي تدير تجاره في البشر، حتى هي صاحبتهم مغربيه. هي اللي كانت تصورني. هي اللي صورتني. علاش كانوا كيعريو؟ انا كنت ناعس ياك، جاو عراوني كامل هذا الفيديو راه ما كاينش، راه ما كاملش حيت كان في الاول مغطيين له جاه. نعم. تعريو لي حوايجي وحاشاك كان واحد خينا مصري تيشوف فيا وتا هو تيصور، وانا تيتعريو بهذيك الكسوه باش كنت كنشقى كتهديد باش ما تهضرش. وهذاك هو اللي وصلني دابا من عند واحد السيد ما غنذكرش سميتو، وصلني من عنده غادي نشوف هذا الفيديو شنو هو حتى انا غادي ندخل في الموضوع. قلت له اللي بالك دير، قال لك لا كنت كنضحك في الفيديو، فعلا كنت كنضحك. بغيتيني نبكي. السيده التي تمارس الوساطه هي اللي كتصور فيك. رضا كيقطع حوايجك. شفنا الفيديو. نعم. هي هو ولا مينا تيقطعوا لي، انا كنت ناعس، انا دخلوا لي على غفله حيت ما تنعسوش. ما كاين اغلبيه في الناس ما تنعسوش. يعني ماشي كانت محاولات اغتصاب او تحرش؟ لا اختي، كانت كلشي مقرقب. كيتقرقبوا. كاينه واحد الماده في المخدرات دايره كي البرقه، تيديروها في ذاك المطبخ تاعهم، في ذاك المطبخ وتيديروها في هذا، كلشي تيبقى هذا تيضحك. صليبه كيتستعملها؟ لا ما نكذبوش، كلها تيجبدوا فعلو. انت كتقول لي كاين. هو تيكني على الكارو. هاد خيتي المغربيه اللي كانت تماك هي كاينه هنا دابا في المغرب؟ الله اعلم من ذاك العام. هي كانت على علاقه برضا. على علاقه برضا بزاف صحاب تيديروا الحاجه ملكه، تجيب ليه ذهب كادو، تدير لي شي حفله عيد ميلاد ولا شي حفله تيجيب يعني. رضا تم ترحيله من الامارات او جا هو في حالته مره؟ لو ترحيله، لو انا اللي سببه تترحل. يعني ترحيل بلاك ليست، يعني ما يقدرش يدخل الامارات. الله اعلم اختي، الحق انا اللي سببه فاش سببي تترحلت ياك. انا كانت عندي الشرطه في شرطه دبي. كاين واحد ليبليكاسيون ديال الشرطه دبي كتبلغ واخا تكون بعيد، كتبلغ، كتعطي غير الدليل اللي كان عندك شي دليل كتبلغ. المهم انا بلغت وحطيت تصويره الجواز السفر ديالي، وحطيت التصويره تاعت الاقامه اللي كانت عندي، حيت كنسلات لي الاقامه حتى انا بديت الترحيل داروا لي بصمه عين وتصفرت. فهمتيني؟ وكيف جيت دابا عند هادو الفرقه الوطنيه كيف عيطوا لي مشيت برجليا. تيقلبوا عليا شي 6 شهور ما تيقلبوا عليا في الامارات، ونهار صافي قررت مشيت برجليا ومشيت في العيد الصغير بغيت يصبح العيد الصغير. جيت للمغرب وعشتي في المغرب وجلستي في المغرب وشفناك تزوجتي وشفنا افلامك وسيناريوهاتك عبر السوشيال ميديا وما الى ذلك. نعاود نطرح عليك نفس السؤال اللي قلتي بانني كنت كنتعرض للتهديد. هاد ال4 سنوات ما كنتيش قادر تهضر. ما قدتش
باش نهضر. نهار جيتي عندي البرنامج اول مره ولمحتي جاك موراها تهديد علاش ما مشيتيش بلغتيه؟ فاش بغيت نبلغ؟ واش عرفتي شنو شكون هاد الناس؟ شكون هما هاد الناس؟ واش عرفتي شكون تيهدد فيا؟ مالك محسسني بحال لا دابا انت محسك انت مرا ما غتخافي والو. انا غنخاف على راسي، انا غنخاف على راسي من الاخر. اعتبرني اللي بغيتي قولي في راسك. غير هو انا اون فوا بنادم تيهضر معايا بحال دابا فلان هضر معايا وقال لي حشومه هذاك الشيء اللي بينك وبينه نتوما دوك انتو خوت، وهذا بلا ما تخرج ما تبقاش تطلع مع دوك الناس راه بيغرقوك راه بيديروا لك راه بيفعلوا لك. نط قلت لي اوكي، قلت لي مرحبا حتى دابا مرحبا حتى ديك العشيه راه بغينا نجي لمراكش راه بغينا نشوفوك. قلت لي مرحبا بكل فرح. ناض العشيه حطوا لي الفيديو ديالي انا عريان. هشام هاد التهديدات كاملين وهذا الرهاب النفسي اللي انت عايش فيه وهذا المر وجيتي حتى القبيله ما بغيتيش تقول انهم عيطوا لك هددوك، قلتي اولي عطا الله عطاه يعني وانت جاي. لا خليني نبين للناس مدى الحقاره فين توصل. مين عرفوك جاي عندي البرنامج جاي تشوف تيفي شنو قال لك؟ اتصل بك؟ انا غنوريك غير نوريك سميتو اختي هي كنتي تهزي على تقليدك واش شفتي ولا ما شفتيش. شوفي غير مع 22 و 16 دقيقه اتصال من خوك جوك من كريم ومن رضا. واخا خوك كريم جوك شنو قال لي رد بال راسك. رد بال راسك فاش بغيت نتصل بك ترد بال راسك وصافي. من شنو الله اعلم. ورضا شنو قال لك؟ رضا دوا معايا هو والجوك. هو كان معاه الجوك. كنت في مراكش ياك. دوا معايا بعدا كريم قال لي هشام نعلو الشيطان هو بغى يدخل بخيط بيض. نعم على متعود كريم انه دائما كيبغي يصلح بين المشاعر هذا وما بغيتش لك وانا مرتو عزيز عليها هادي بلا ما نبتلو ولا انا حياه عزيزه عليا. كريم بغى يدخل بخيط بيض راه اش قال لك؟ واش انا عمري درت لك واش انا هادي واش انا ديك. وانا قلت ليه رضا ما بغيتش تجي تسجل، ما بانيش نمشي للمحكمه، ما بانيش نمشي عند الفرقه الوطنيه. ماشي على تجي البرنامج. لا ما بانيش نمشي تم. هشام طفي تليفونك هشام هادي تليفونك. المهم قلت ليه رضا قلت ليه تكون تتسجل تكون ما تتسجل انا داك الشيء اللي شفت غادي نقوله. قلتيها ليه نيشان وجهه والكلام اللي قلتي لي دابا هو اللي قلت لك. ملي قلتي لي هكا شنو قال لك؟ ايوا صافي بيناتنا الفرقه الوطنيه بيناتنا القانون وغادي نجبدوا بزاف الفيديوهات. قلت العشيه دازت واحد المغرب العشاء طلع مع دوك الناس الاخرين طلع معاهم ناض كيسب فيا. عندي فيديوهات كلشي وحط لهم فيديو انا حاشاك فاش كانوا خلافير كبار فاش كنت في تركيا فاش كنتي داير الصدر وهذا ما عنديش دابا ما عندي والو. سؤال نعم رضا في المغرب يمارس الاتجار بالبشر؟ الله اعلم ماشي والو بعيد. انا كنهضر على اللي شفتو في الامارات. نعم. اما هنايا انا نهار جيت قالت لي خديجه الشنويه الله يشافيها من هذا النهار. اللهم هي وعبد الحق وبنتها ثلاثه البنات بثلاثه تلقاو ليا بعيساوه بكل شيء فرحوا بيا اللي قلت الله هذيك السيده هي وقعوا بيني وبينها نقاش وداك الشيء بالحق. هذيك عزيزه عليا وانا عزيز عليها هي تقول فيا شحال ما تقول فيا مسكينه والو حتى انا ما نقول فيها والو باش ما نبقاو نزيدوا في الهضره. واحد قال لك مثل البقره تكثر تطيح البقره تيكثر الجناوه. انا هذيك السيده بيني وبينها الخير والاحسان. وحتى نهار طلعوا معها شي بحدين وقالوا لها هشام قال لهم هشام انا ما يقولش فيها هذا الشيء طلعت كثار في عيناتك بيني وبينها الخير والاحسان. نمشيو لواحد الشخص اللي سرب ديك المكالمه اللي خرج الاتصال ما بينه وبين. ما كنتش انا حاضر ذاك النهار. ما كنتش حاضر. هذاك الشخص ما كتعرفوش. ما كنتش حاضر كاع في اللايف انايا. لا هذاك الشخص اللي كيهضر في التليفون ما كتعرفوش. والله ما تنعرفو بالله ما تنعرفو. نعاود ناكد عليك ان كل ما قلتيه كل ما قلته انا تنتحمل مسؤوليته بالحق. انا تنهضر اللي شفت بعينيا وسمعته دنيا في الامارات انه كان يمارس الاتجار بالبشر القواده الوساطه. هنايا مره وحده اللي عنده واحد النهار في المغرب. نرجعوا لايامك معاه في الامارات. رضا والشنيه كان يمارس الشذوذ؟
ما شفتي والو بعينك. انا تنقول لك لا شفت بعينيا. كتشوف كيدير تيفعل. لا ما تخفيش عليه بعينيا داك الشيء اللي تيدير قلت لكم وقلت قبل ما نقولوا في هذا الشيء كامل راه قلتو في هذا البرنامج شحال هذا السنين هذه. خويتي دابا باقي ما خويت. شنو بغيتي تقول؟ بغيت نخوي ليه عند رجال الامن. طبعا اكيد عندك مازال عندك ما يتقال. تشلا ما يتقال. عطيني وحده من شله ما يتقال. شلا ما يتقال هو هذا السيد هذا. هذا السيد هذا حتى من بنادم كان تيطيح في وسط الدار. بمعنى البنت فاش كتحمل كطيح لها بنادم في وسط الدار. كاينين البنات اللي ما كيستعملوش الكوندوم. عاود. كاينين البنات اللي ما كيستعملوش الكوندوم. ما كيستعملوش العازل الطبي. العازل الطبي. كتحمل. اش كيدير هو؟ كيجيبوا افريقي للدار. افريقي هادشي في الامارات ماشي هنا. افريقي كيطيح لها بنادم في الدار. كاينين 4 الحبات تاع الفانيلات حاشاك تيداروا من لتحت. واش تعرف كتقول؟ عارف اش نقولوا اتحمل مسؤوليه كلامي. اقسم على ذلك. اقسم لك بالله العلي العظيم. كتحمل مسؤوليه هذا الكلام. كاين كيدير الاجهاض للبنات بيدو. نو قلت لك افريقي. كيجيب افريقي كيجي ب 2000 درهم. معروف هذاك الافريقي تما في الامارات ب 2000 درهم. شكون كيعيط لي؟ رضا. كتعيط ليه امراه. هي اللي عرفته به. عرفاتو بريضه. وجا قعد عطاها 4 الفانيدات دارتهم حاشاك من التحت و4 كلاتهم. سمعتيني ولا لا؟ 4 دارتهم من التحت و4 كلاتهم. بقات البنت تيهز ليها حاشاك رجليها وكيضرب ليها القدم. هذا رضا ولا تنهضر على الافريقي ورضا بحضورنا كاملين. انت حاضر كلشي حاضر. كيتضرب ليها القدم حتى كتغوت البنت صافي ينزل الدم. تتمشي للطواليت كتلقى اللحمه قدام ولا قديك ولا الدم قاسح ولا شحال من وحده دار لها هاد العمليه؟ شي 2 اللي حضرت لهم انايا. هاد البنات كتعرفوا ما غايشين والله ما انا يا ريت كون باقي تنعرف. يا ريت كون باقي شي وحده تنعرف. كون انا مشيت صرحت بها وجات. يا ريت كون باقي وكلنا تنعرفهم. الله يستر. حيت انا ما تيخليهمش يجمعهم معايا. انا حدي الصالون التلفازه الكوزينه نتسخن. هشام حبيبي بحال هكا. هشام حبيبه البنات تيقولوا عليه هشام حبيبه ولا الهاشميه. نبدا نقول لك اللي كاينه مثلا الهاشميه. جيت تشوفي ما بين. وانا نكذب عليك اختي. الهاشميه جيبي الماء. الهاشميه طيب فيها الجوع نوض بالزربه اللحم اوسخ ما شافت عينيك تماك. كل شيء قلته باقي لقدام. وباقي شي حوايج اللي انا ما نقدرش نقولهم الا قدام الفرقه الوطنيه. لكن اقسم لك بالله اول مره تنقول لك حيت هادشي ما فيش اللعبه. لا ما فهمتيش. باش نكون انا وياك واضحين. هادشي راك غدا غادي عند الفرقه الوطنيه وهاد الفيديو راه كيشهد عليك. انا كنقول لك بجميع قوى مع السكران ما تنشرب ما والو الحمد لله. ماشي نقول لك ويلي راه كنت ناسي ولا كنت نحلم ولا كنت ندير. لا قلت لك اللي كاين هو اللي كاين. خليك تقول كلمه اخيره باش بغيت نقول لك تحديت ما تنساونيش ولا الترخيص ما تنساونيش. وانا راه في يد الله. انا راه في يد الله. انا كنقول لك انا هذا السيد ما كنتش خدام معاه. انا كنت خدام عنده في الدار غير الشقه والماكله والشراب الصراحه. اذا تشهد ان تنشهد قبل ما نشهد قدامك تنشهد قدام الله سبحانه وتعالى. نقدر نضحك عليك انت وهانيه وقدام الله سبحانه وتعالى. بارك الله داك الشيء ما تقدرش تضحك على رجال الفرقه الوطنيه. نهضروا في الواقع. نهضر داك الشيء انا ما قاريش. ولكن انا راه درت شي حوايج اللي بزاف. ولكن راه بيني وبين داك الستر ربي راه بزاف. انا درت عطيت لحمي بيني وبين داك اللي خلقني راه داك رفق كيف تيقولوا. انا ما عارفش اش تيقولوا. عفا الله يشهد. حمد الله وشكر. وكنتحدى اي واحد يقول لي جبت الورق ديال الطلاق. وي وقع عندي مشاكل مع المراه بسببهم نيتهما بسبب واحد السيد اخر. رفع عليك دعوه؟ شكون هو؟ المراه؟ لا انا اللي رافع العدوى ديال الطلاق. انا اللي بغيت نطلق. باقي ما طلقت. حيت هي كل هربت لي مره اخرى عاود تنخدم شي موضوع شي مشكل ونصدق. هشام نعم اختي. الله يدير لك شي تولد الخير. امين يا رب. انا كنحييك على هذه الجرأه على هذه الشجاعه. نقولوا حمل ديال 4 سنين فوق كتافك بزاف. داكشي علاش بكيتي؟ ماشي ما بكيتش على هذاك الشيء لها علاقه ليا به. وبكيت على اش بغا يطرى ليا من هنا لقدام. الفرقه الوطنيه المخزن القانون الله ينصرو يا ربي في هذا النهار. بغا يدير خدمته. الا عندك الحق راه بغيتي تشدو. الا ما عندكش انت بغيتي تشد هذا الحق. هذه اول حاجه. وانما على برا اش غيطرى ليا
راه على برا هو الحبس. انت خايف اللي غيوقعوا التهديدات؟ انا كنعرف دوك الناس، عشرتهم بصريح العباره، كتهضر على رضا. اي عشرتهم رضا خطير للدرجه؟ وي خاطر لهاد الدرجه. ب 200 درهم يجيب لك يشرب لك وجهك. شحال وحده دعات وسكتت وحيدت الشكايه بالتهديدات. عرفتي انا تنعرفو عاشرته. كان برفقته هشام المداح ساعات قبل أن يسلم نفسه لرجال الفرقة الوطنية. شفتوا السوشيال ميديا، شفتوا مشاهير السوشيال ميديا، هذا هو الواقع الذي وراء السوشيال ميديا. مع السلامة.